في الحقيقة الوضع اليزيدي متعلق بالوضع العراقي العام، وأي خلاف سياسي وصراع سياسي خاصة بين حكومة الإقليم وحكومة المركز يعكس آثار سلبية على الوضع اليزيدي. فلهالسبب احنا نشوف أنه بقدر الإمكان الأحزاب السياسية والكتل السياسية وحكومة المركز حكومة الإقليم توصلوا إلى حلول جذرية لحل كل المشاكل. فالصراع اليزيدي أيضا من ضمن المشاكل، على شرط أن يعطوا له الأولوية الخاصة، لأنه اليزيديين تعرضوا إلى معاناة وإلى إبادة وإلى مخابر جماعية، والفترة الأخيرة مستمرة معاناتهم خاصة في المخيمات. يعني قبل كم يوم صار الحريق اللي صار مخيم شارية اللي 400 خيمة انتهت بالكامل. زين، هل 400 خيمة احنا ما نريد الحلول الوقتية، احنا نريد الحلول الجذرية يقضون على معاناة اليزيدية بتحويل تهيئ قراهم ومدنهم. وبالدرجة الأولى أنه الحالة الأمنية إذا ما يكونون في قرى آمنة راح يبقى التشرد في الخيام في المخيمات ونفس المعاناة تطيل. فنحن نطالب الحكومة المركزية وحكومة الإقليم بوضع حلول جذرية لمعاناة اليزيدية. أكيد بين المركز والإقليم، مو بس المركز والإقليم، بين الإقليم العراقي بالكامل، في تركيا، في إيران، في سوريا، اليزيدية يعني تعرضوا لإبادات في كل المناطق وتشردوا. وحاليا نشوف الهجرة، أغلب اليزيدية حاليا مهاجرين إلى أوروبا. زين، ليش هاجروا إلى أوروبا؟ اللي قاعد بإيران واللي قاعد بتركيا واللي قاعد بسوريا، مو بس بالعراق، في كل الإقليم المحيط العراق أيضا تعرضوا إلى إبادة. الهجرة لها يعني نوعان. نوع الهجرة أنه تروح أنت للأمان، وفي نفس الوقت أنه فرمان أبيض على اليزيدية، بحيث اليزيدي من يهاجر مع مرور الزمن بعد عشرات السنين راح تطمس الهوية اليزيدية في الهوية الأوروبية، وما راح تبقى يعني يزيدي. قد يجوز هسه في أعمارنا يتمسكون بعادات وتقاليد، لكن بعد فترة ما راح يكون عادات وتقاليد، راح تنتهي الهوية اليزيدية حال الدول الأوروبية. فلهذا السبب أنه الهجرة مو حل. الوطن هنا الحل لازم يكون على أرض الوطن، في حماية دولية تكون، أو توفير الأمن، توفير المعيشة، الحياة الحرة الكريمة للشعب اليزيدي، بحيث يضمن أنه ماكو بعد إبادة عليه، ضمن قوانين وضمن دستور عراقي أو كردستاني يكفل حق اليزيدي في العيش في منطقته. حقوق، نعم احنا مع حق تقرير مصير الكل، بس كحقوق يزيدية أو كحقوق المكونات لهم حق العيش في العراق. مو مهم إن كائن من يكون أن يحكمنا، بس خلي يحكمنا بعدالة، خلي يحتلنا حقوقنا. ممكن أن نحكم نفسنا، بس احنا ما نقدر نخرج عن المحيط اللي يلف علينا. يعني لازم نتعايش مع الأكراد، لازم نتعايش مع العرب، لازم نتعايش مع المسيحيين، لازم نتعايش مع التركمان، مع كل محيطنا. لأنه حتى الساعة نحن نروح لأوروبا، نهاجر لأوروبا، لازم نتعايش مع البلد اللي نعيش به، سواء مهما اختلفت ثقافته، أفكاره، طبيعة معيشته. التلاعب بعتبره تلاعب مصير يعني، وضحايا السياسة. الاتفاقيات لازم أي اتفاقية تحصل، خاصة مثلا حصلت على اتفاقية سنجار، أنتم تعالوا أخذوا رأي أهل المنطقة الأحقين يعني في العيش، تعالوا شوفوهم أنتم شنو معاناتكم، شو تريدونه، وضعوا الاتفاقية وضعوا قوانين وبنود اتفاقية على هالأساس، مو على أساس أنا مثلا قاعد ببغداد وأنا قاعد بأربيل وقاعد فلان وأقوم أتحكم في مصير هالمنطقة هيجي تعمل، هالمنطقة هيجي تعمل. فرأي أهل المنطقة هو الأصح. في بعشيقة وبحزاني أعتقد الوضع أفضل، ويعني في كل مكان أكو صراعات سياسية، بس في بعشيقة وبحزاني أقل. مجتمع منفتح وقابل
للاتفاق مع أي مجتمع في المنطقة. بس يبقى وضع سنجار يعني وضع مخيف، لأنه منو تعرض لإبادة؟ أهل سنجار تعرض لإبادة. احنا صحيح خرجنا من مناطقنا واحترقت وتدمرت، بس الضحايا اللي أعطتها منطقة سنجار هي اللي تحكم على قوة الإبادة. فسنجار موجود صراع مو بس عراقي، صراع إقليمي. تركيا على مدى سنين تشكل خطورة على الوضع العراقي وتلعب بمقدرات الشعب العراقي. وفي السابق كانت أيام صدام حسين اللي كان أكو منهم يقولون السيادة وما سيادة، الجيش التركي كان يتوغل عشرات الكيلومترات داخل الأراضي العراقية ويقتل بالأكراد العراقيين ويبيد أكراد عراقيين باتفاق مع حكومة صدام. كانت الحكومة العراقية والحكومة التركية كان بينهم اتفاقات أنه تتوغل القوات التركية عشرات الكيلومترات داخل الأراضي العراقية وتقتل بالأكراد العراقيين وباتفاق مع حكومة عراقية. فما ممكن أنه تركيا راح تدافع عن العراقيين ولا عن الأكراد. تركيا تريد مصلحتها الأولى دائما، حتى في مقررات البرلمان التركي يقول الأمن الوطني القومي التركي أولا. فهم إذا يدورون على الأمن القومي التركي معناته أنه أمن الوطن العراقي أو القومي مو مهم، مو ذات أهمية عندهم، المهم أمنهم الوطني. فلهذا أي قواعد تركية موجودة راح يشكل خطورة. وده نشوف احنا قصف على مناطق فوق العمادية وعلى شيلادزة وعلى غير مناطق بديرة في مناطق عديدة من العراق. هالقصف من يقتل الأبرياء الأكراد العراقيين. الشغلة مبينة واضحة أنه المطامع التركية أنه تريد الحفاظ على الأمن الوطني التركي، فمو مهم منو ينباد منو ينقتل. لا كان اتفاق القاعدة التركية صار اتفاق مع محافظ الحكومة المحلية في نينوى، ووجدوا قاعدة خلوه في بعشيقة. وطبعا هالقاعدة أكيد احنا ما مطمئنين لوجودها وما نحب أنه تكون متواجدة، لأنه شنو علاقة تركيا الأتراك بينا؟ الأحزاب الكردية أو نقول حكومة الإقليم إذا ما تتفق مع الحكومة المركزية فالتدخل التركي راح يبقى مستمر. لكن نطلب من الحكومة الإقليم والحكومة المركزية أنه أولا إزالة المشاكل العالقة الموجودة بينهم. إذا زالوا المشاكل بإمكانهم الآن التفاهم مع الخارجي، مع الأحزاب الخارجية أو صراعات والحكومات الأخرى، يتفقون مع الجانب التركي. بس إذا هم ما يكونون على اتفاق، لا الوضع التركي راح يبقى مسيطر ولا أحد يسأل عليه. القوات التركية أو تركيا بالذات استعملت داعش وأعوان داعش لصراعات بدلا عنها. يعني الأحزاب اللي تصارع في داخل العراق تتصارع نيابة عن الحكومة التركية، فطبعا يشكل خطورة. نحن نأمل أنه إذا الحكومة العراقية أو حكومة الإقليم إذا ما تستطيع أن تعمل حل أو اتفاق إلى وجود قوات القاعدة التركية، خليه يلجؤون إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة حتى القضية تبقى دولية ويضعوا لها حل. هو هالكلام اللي يقولونه إذا يقولون مثلا يزيدية كفار معناته احنا ايش نريد؟ احنا نريد ان نطلب من الحكومة العراقية وحكومة الإقليم وضع دستور لإحقاق حقوق الإيزيديين وباعتبارهم مواطنين حالهم أسوة من المواطنين العراقيين. إذا احنا كفار معناته راح نتحاسب على حسب دستور قبل 1400 سنة. صعب أنه في هالوقت أكو محاكم، أكو قضاة، أكو ناس نازحين، بس أكو اختراق يعني كثير من الدواعش في السجون طلعوا مقابل مبالغ. والفساد أنت تعرف داخل الدولة العراقية حاليا الحماية الدولية منذ البداية أنا أكد أنه الحماية الدولية ضرورية، والمحاسبة الدولية أيضا إذا كانت الحكومة العراقية لم تستطع محاسبة المجرمين والقتلة من الدواعش ومن المخربين اللي خربوا العراق، فالمحاسبة
المحاكم الدولية احنا نقول يعني أهلا وسهلا بها.